في 5 حاجات الناس بتعملها غلط لما بيعملوا ورق التراست. اول حاجه، انت اوريدي وعندك ورقه الملكيه بتاعتك اللي هي الايه، الديد. بيكتبوا اسم الديد، بيكتبوه. لا يا عم، انا بشيل الميدل نيم، لاست نيم، اللي مكتوب في ورق الديد هو يتسم كده في التراست، مفيش تغيير. 2، الورقه الديد ديت اللي هي ورقه الملكيه بتاعت البيت، ما تزودش حد ولا تنقص حد. 3، ما تحطش ولادك از بينيفيشري. ليه؟ لو انت حطيتهم كورثه دلوقتي هم يمتلكوا البيت دلوقتي، حطهم حاجه اسمها سكسيسور بينيفيشري. معناه ايه؟ ان ما بعد عمر طويل هيمتلكوا البيوت. 4، لازم تتصل بشركه الانشورنس، الهوم انشورنس، وتحط التراست على اديشنال انشورت، يعني بتحط اسم التراست على الانشورنس بوليسي. 5، لازم تسجل التراست بتاعتك في الكاونتي ومع شركه الانشورنس ومع شركه المورجج ومع البنوك بتاعتك. لازم تتصل بالراجل اللي عمل لك التراست او المحامي اللي عمل لك التراست، عشان دي معلومات عامه وبتختلف من شخص لشخص. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، ولو عاوز تتكلم معايا انا بعمل فري كونسلتيشن، كلمني واحجز ميعاد معايا على gmbrokerage.com، وربنا معاكم.